في الدقيقة 20 من أحداث نهائي كأس أفريقيا 2006، واللي جمعت بين المنتخب المصري صاحب الأرض والجمهور أمام منتخب ساحل العاج بقيادة ديدير دروجبا. أصيب قلب دفاع مصر وائل جمعة، واللي لعب كامل البطولة وكان ركيزة أساسية. وفي مفاجأة للجميع، المعلم حسن شحاتة ينزل بأحمد فتحي الظهير الأيمن صاحب ال 22 عام بس كبديل لوائل جمعة في مركز قلب الدفاع. المفاجأة كانت بسبب إن أحمد فتحي عمره ما لعب في المركز ده، ودي المباراة النهائية وهيواجه بشكل مباشر دروجبا مهاجم تشيلسي الإنجليزي وأرونا كونيه السريع مهاجم بي اس في ايندهوفن وقتها. وبشكل غريب نجح ثلاثي الدفاع وتحديدا أحمد فتحي مع عصام الحضري في منع هجوم الكونتوفوار من إحراز أي هدف. وزي ما أصدقائي الرائعين عارفين، المباراة انتقلت لضربات الترجيح وفاز المنتخب المصري أفريقيا. ومن المباراة دي تحديدا أصبح لقب أحمد فتحي هو الجوكر. أحمد فتحي بعدها لعب كظهير أيمن اللي هو مركزه الأساسي، وقلب دفاع وخط وسط مدافع وجناح أيمن ومؤخرا ظهير أيسر. ورغم إن في لاعبين تانيين في مصر لعبوا في أكثر من مركز زي بركات اللي لعب كظهير أيمن وأيسر وجناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب في عمق الملعب، وإبراهيم سعيد طبعا اللي مفيش مركز تقريبا ما لعبش فيه غير حراسة المرمى. إلا إن لقب جوكر الكرة المصرية بيشير دايما لأحمد فتحي، فما فيش مثال أوضح من كده نشرح بيه لقب الجوكر في كرة القدم. الجوكر واللي هي ورقة في الكوتشينة بيختلف استخدامها على حسب اللعبة اللي بتتلعب، غير إنها ممكن تتحط مكان أي ورقة ناقصة وتكمل بيها اللعبة عادي. وده نفس الكلام في الكورة، لاعب ينفع يحل مكان أي لاعب في الملعب أو على الأقل في أكثر من مركز وما يحسسكش بالنقص أو إن في مشكلة، بالعكس بيأدي كأن ده المركز اللي اتدرب ولعب فيه طول عمره. بس اللفظ ده مش منتشر بره، وده لأن الجوكر بره ليها ترجمة حرفية وهي المازح أو اللي بيعمل مقالب، وجاية من كلمة جوك. بره بيرمز ليهم إنهم لاعبين فيرستايل أو متعددين القدرات. فمعاكم أحمد الجعفري، والنهاردة هنتكلم عن اللاعب الجوكر في كرة القدم أو الفيرستايل، أبرز الفرق اللي استخدمتهم وأفضل اللاعبين اللي تميزوا بالدور ده، وليه المدربين بيحبوهم رغم إن الإجابة بديهية يعني. ريال مدريد واحد من أكثر الفرق اللي بتعتمد على اللاعبين متعددين المراكز، ويمكن تحديدا بسبب مدربهم الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي واستمرار زين الدين زيدان على نهج أنشيلوتي في الفترة اللي توسطت فترتي الإيطالي. وده كان نهج أنشيلوتي في مختلف الفرق اللي دربها بشكل عام. في فترته الأولى مع النادي الملكي في 2013-2014 أنشيلوتي غير مركز دي ماريا من الجناح لوسط الملعب، ونتج عن كده تألق دي ماريا وحصده لقب أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال واللي فاز بيه ريال مدريد، لقب العاشرة الغالي طبعا على كل مدريدي. وبعد رجوعه في فترته الثانية قام بالعكس مع فالفيردي اللي نقله من وسط الميدان اللي كان فيه الثلاثي المخضرم لميرينجي كازاميرو ومودريتش وكروز للعب كجناح ايمن. وفالفيردي صنع هدف لقاء نهائي دوري الابطال الوحيد بين ريال مدريد وليفربول، واللي هي البطولة الرابعة عشر لميرينجي في دوري الابطال. فالفيردي غير انه لعب كجناح ايمن فهو كان بيرجع يغطي مع الظهير ولعب كظهير في احيان تانية، غير لعبه في مختلف مراكز الوسط من ارتكاز ومحور وهجوم. طبعا قدرات فالفيردي الفريدة مكنته من القيام بمتطلبات المراكز دي كلها، غير تسديداته الخارقة وحسه العالي في صناعة اللعب وفي الدفاع وفي الضغط. في فترة من الفترات المحللين كانوا يخشوا أن يتحول فالفيردي لسيرجي روبرتو جديد بغض النظر عن فارق القدرات، ولكن المقصود أنه ينتقل لمركز مختلف ويتم حصره فيه وتضييع إمكانياته هباء وما يقدرش يتطور في مركزه الأصلي، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك. بس اللاعب اللي واخد الترند عالميا بأنه بيعوض أي مركز هو كامافينجا، واللي أغلب الميمز في الموضوع ده بتكون عليه وإزاي أنشيلوتي بيلعبه كل حاجة وتحديدا كظهير أيسر. في تصريح سابق المدرب الإيطالي بيقول إن كاما مش بيحب يلعب كظهير أيسر ولكن أنا أحب ذلك وقعد يضحك. ده غير تشاوميني اللي انتقل من منتصف الملعب للدفاع عشان يغطي غيابات المرينجي فيه وأدى عادي جدا مفيش أي مشكلة. والقائمة تطول ومش تحت إيد أنشيلوتي بس، لا زيدان كمان زي ما قلنا. فاسكيز لاعب في أفضل الحالات متوسط المستوى ولكنه داخل في 9 سنين تقريبا مع ريال مدريد. أبرز لقطاته بالطبع هي ضربة الجزاء اللي تحصل عليها ضد يوفنتوس في ربع نهائي دوري الأبطال 2018 واللي مكنت الميرينجي من التأهل بمجموع لقاءين 4-3 في البطولة اللي كمل بيها ريال مدريد ثلاثية دوري الأبطال على التوالي. فاسكيز رضي بكونه لاعب بديل ومستعد ينزل يلعب في أي مركز سواء في الدفاع أو في الهجوم، ولكن في كل الحالات
بيكون متوسط. ولكن ابرز لاعبين ريال مدريد كلاعب متعدد المراكز والجوكر الحقيقي في الفريق هو قائد ريال مدريد الحالي ناتشو فرنانديز. ناتشو رغم انه بيلعب مع ريال مدريد من 2011 وهو من خريجين الكاستايا، الا انه عمره ما كان خيار اول لدفاع ريال مدريد. ناتشو كان دايما وحتى دلوقتي لاعب بديل، ولكنه مش اي بديل. ناتشو عنده القدره للعب في اي مركز في الدفاع سواء كقلب دفاع او على الطرفين. ورغم ان قدرات ناتشو مش اسطوريه، ولكن ثبات مستواه وفي نفس الوقت الرضا بلعب دور البديل وكونه دايما جاهز يقدم المستوى ده مهما فضل على الدكه، وفر لريال مدريد حل دفاعي اضافي في اخر 13 سنه تقريبا. وده من عيوب النوع ده من لاعبي الجوكر، انه في اغلب الاوقات صعب يكون اسطوره او لاعب خارق، وده لانه بيبدل مكانه طول الوقت واغلب الاوقات بيحاول يتاقلم على المركز الجديد غير طلبات المدرب المختلفه والمركبه المطلوبه منه. فنادرا لما بياخد اللاعب الجوكر الثناء الكافي على اللي بيعمله خارج كونه بيعوض مكان لاعب تاني. بيلينجهام طبعا اخر اللاعبين الشاملين اللي ضمهم ريال مدريد، ورغم انه لاعب منتصف ميدان الا انه عنده القدره على احراز الاهداف وبشكل مستمر. ولكن الى الان ما شفناش بيلينجهام بيلعب في مراكز متعدده غير الوسط والمهاجم الوهمي. بيلعب ادوار متعدده اكيد من صناعه لعب وصناعه اهداف وتسجيل، ولكن مش مراكز متعدده. وطبعا لازم نتكلم عن ديفيد ألابا اللي انضم من موسمين 3 من بايرن ميونخ لريال مدريد. ومع الفريقين ألابا لاعب كظهير ايسر وده المركز اللي لعبه اغلب مسيرته، وكقلب دفاع وده المركز الاساسي اللي بيلعب فيه حاليا. كسب مع البايرن الدوري الالماني 10 مرات و2 دوري ابطال، ومع ريال مدريد دوري اسباني ودوري ابطال غير الكؤوس والسوبر. ولكن ألابا نوع مختلف من اللاعبين الجوكر، وده لانه مع منتخب بلاده النمسا اللي هو قائده لعب في اكثر من مناسبه في دور صانع الالعاب وفي منتصف الملعب وعلى الجناح غير دوره كمدافع وظهير ايسر. ألابا فاز بجائزه لاعب السنه في النمسا 9 مرات في اخر 12 سنه، اكتر واحد فاز بيها طبعا في التاريخ. ده غير انه هو جوكر حتى في حياته الشخصيه، يعني ألابا نمساوي، والده نيجيري وامه فلبينيه وزوجته دنماركيه، وولد في المانيا ويعيش في اسبانيا وعائلته تعيش في انجلترا. ولكن خلينا نرجع لموضوعنا في كره القدم. نفس الوضع تقريبا مع اللاعب اللي خلفه في مركز الظهير الايسر في بايرن ميونخ الفونسو ديفيز، واللي بيلعب ظهير ايسر مع بايرن ميونخ وجناح او مهاجم ايسر وايمن مع منتخب كندا. وحتى قبل انتقاله للبايرن واثناء لعبه في الدوري الامريكي كان بيلعب حرفيا في كل حته في الملعب، وخريطه لمسه للكره تعتبر مرعبه وغريبه. وفي لاعبين كتير ممكن تضمهم تحت القائمه دي اللي بيلعبوا مع انديتهم في مركز ومع منتخباتهم في مركز تاني، بالاخص في المنتخبات التي لا تملك ترسانه قويه من اللاعبين في كل المراكز، فبيلجأوا للاعب السوبر وبيستخدموه هجوميا زي ألابا وديفيز. غير كيميتش اللي رغم انه كان بينظر ليه كخليفه لفيليب لام في مركز الظهير الايمن، الا انه كان خليفه ليه برضه في تعدد المراكز واللعب كظهير ايمن وخط وسط مدافع ومحور لصناعه العمليات لبايرن ميونخ. وده بياخدنا لفيليب لام قائد المانيا والبايرن المعتزل، واللي شارك كظهير ايمن وايسر منذ بداياته. وبقدوم جوارديولا لتدريب البايرن اشرك لام في عمق الملعب كلاعب ارتكاز اكثر مما اشركه كظهير. بنفسه بيقول عن لام انه ممكن يكون اذكى لاعب قام بتدريبه، غير مشاركته كخط وسط ايمن وايسر ولاعب محور وجناح ايمن. وفي مباراه وحيده كقلب دفاع فيليب لام كان دايما القائد اللي بايرن ميونخ والمنتخب الالماني بيعتمدوا عليه في اي موقف في هدوء ومن غير دوشه كتير. عشان كده هتلاقيه كسب كاس عالم ودوري ابطال و8 دوري الماني ومجموعه كبيره من الكؤوس في هدوء برضه، وهو عنصر اساسي في الفريقين. لا يمكن اغفال طبعا قاده قطبي مدينه ميلان الاسطوريين، واللي مش بس كانوا جواكر او لاعبين متعددين القدرات، دول كمان ادوا باعلى المستويات في اي مركز لعبوا فيه. باولو مالديني قائد اس ميلان الاسطوري، واللي كان بيقدر يلعب في كل مراكز الدفاع، ولكن نسبه لعبه على الطرف الايسر من الملعب هي الاكثر، يليها لعبه كقلب دفاع، وفي مجموعه من المباريات كان بيلعب على الجانب الايمن. الغريب ان في البدايه مالديني ما كانش بيجيد اللعبه اصلا بالرجل اليسرى، وقضى صيف كامل في بدايه مسيرته لتدريب قدمه اليسرى لحد ما بقى قادر يلعب بالرجلين وفي مختلف المراكز. مالديني شارك مع الريسونيري في 902 مباراه كاكثر لاعب في تاريخ النادي طبعا، ورفع 26 بطوله في 25 سنه، ومنهم طبعا 5 دوري ابطال بمسماها القديم والحديث و7 دوري ايطالي. والاغرب منه هو تضحيه قائد الانتر الاسطوري واللي كان بيأدي باعلى مستويات في كل مراكز الدفاع وخط الوسط، خافير زانيتي. زانيتي مش بس كان مستعد يضحي ويعوض اي نقص في الفرقه بمستوى اعلى كمان من اللاعب الاساسي في المكان ده، لا ده كمان ساب مركزه لمايكون وانتقل للطرف الايسر احيانا، واحيانا اخرى لعب كمنتصف ميدان ايمن او جناح ايمن. جوكر حقيقي واسطوري وقدر يحفر اسمه من ذهب مع النيراتزوري توجهم بثلاثيه 2010 طبعا،
واجمالي 5 دوري و4 كاس ايطالي ودوري اوروبي في 97 98. والموضوع مش مقتصر على الدفاع، لاعبين هجوم ووسط واجنحه كمان عملوا دور الجوكر. يمكن ابرزهم حاليا هو برناردو سيلفا رفقه السيتي، اللاعب اللي في المباراه الواحده بيتم تغيير مركزه عده مرات، وبيعتبر من اهم اسلحه السيتي الفتاكه في الشق الهجومي تحديدا. ومش الوحيد في السيتي، بل الحقيقه ان اغلب اللاعبين اللي بيختارهم بيب جوارديولا بيكون عندهم قدره اللعب في اكثر من مكان، ولكن ابرزهم هو برناردو، وياتي بعده خوليان الفاريز. وطبعا في الجانب الاحمر من مدينه مانشستر ذات يوم كان في واين روني، الراجل اللي لعب في كل المراكز اللي احتاجها نادي مانشستر يونايتد، من راس حربه ومهاجم تاني وجناح ايمن وايسر ومتوسط ميدان ايمن وايسر وخط وسط مهاجم وكمان كخط وسط مدافع. ومع ذلك روني ثالث اكثر اللاعبين تسجيلا في الدوري الانجليزي ب 208 هدف، وهو برضه ضمن 3 فقط احرزوا اكثر من 200 هدف في البريمير ليج مع الان شيرر وهاري كين، والهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد ب 253 هدف، غير البطولات اللي فاز بيها رفقه الشياطين الحمر، 5 دوري انجليزي ودوري ابطال ودوري اوروبي وكؤوس الانجليزيه وكاس العالم للانديه. كل ده وهو تقريبا لعب نصف مسيرته في مراكز بعيده عن مراكزه المفضله كمهاجم اول او ثاني. مش قادر اتخيل لو كان لاعب مهاجم فقط كامل مسيرته كان عمل ايه. ولكن اللاعب اللي بيعتبر افضل من لاعب كجوكر او لاعب متعدد القدرات هو الانجليزي جيمس ميلنر، اللي كسب كل انواع الالقاب اللي ممكن يكسبها على مستوى الانديه في الانديه اللي لعب فيها، دوري الابطال مع الريدز، والدوري الانجليزي الاول لمانشستر سيتي بعد 43 عام في 2011 2012، والثاني في 2013 2014، والدوري الانجليزي الاول لليفربول بعد غياب 30 عام في 19 20، وكاس العالم للانديه والسوبر الاوروبي والاف اي كاب وكاس الرعاه وكاس الدرع المجتمعيه مع نفس الفرقتين. بس الغريب ان ميلنر لعب في كل مراكز الملعب عدا قلب الدفاع وحراسه المرمى، وهو متوقع ان اكيد ميلنر كان يقدر يلعب كقلب دفاع، بس هو كان بيغطي مركز حد تاني. المفروض ان ميلنر متوسط ميدان بيلعب على الطرف الايمن، بس مثلا في 2014 لعب عدد من المباريات مع السيتي كرأس حربة، وفي 2016 وقبل انضمام روبرتسون كلوب وضع ميلنر بديلا لألبرتو مورينيو اللي كان مستواه متذبذب، وميلنر كالعادة تألق. ميلنر بشكل غريب قدر يلعب في كل مراكز الملعب ويحسسك ان هو ده مركزه الاساسي، غير انه بيجيد التسديد من قريب ومن بعيد ولعب الكرات الركنية والضربات الحرة وضربات الجزاء، يعني حرفيا يقدر يعمل اي حاجة مكان اي حد. وميلنر نفسه ليه ارقام ولحظات غريبة ومنذ بدايته، يعني في 2002 وهو مجرد شاب عنده 16 عام و356 يوم احرز اول اهدافه في 5 لقاء ليه رفقة ليدز يونايتد. وقتها ميلنر كان اصغر من يسجل في تاريخ البريمير ليج قبل ما الرقم ده يتكسر بعد كده في 2005، ولكن حتى الان هو ثاني اصغر من سجل. ومش شيء غريب انك تلاقي بعض جماهير مانشستر يونايتد تحديدا بتكره ميلنر. ميلنر بدأ في ليدز يونايتد، النادي اللي فيه عداء تاريخي بينه وبين الشياطين الحمر، وبعد فترة في استون فيلا انتقل للسيتي العدو المباشر لمانشستر يونايتد، وبعدها انتقل لليفربول الغريم التقليدي لمانشستر يونايتد عبر التاريخ وطرف البلادي ريفيلاري الثاني. ولكن الشيء الغريب اللي حققه بعد انتقاله لبرايتون من ليفربول وخاص باليونايتد برضه هو انه اصبح اكثر لاعب فوزا ضد مانشستر يونايتد في التاريخ ب11 فوز، واللاعب الوحيد اللي فاز على اليونايتد مع 4 فرق مختلفة هي استون فيلا ومان سيتي وليفربول وبرايتون على الترتيب. ومع ليفربول في موسم 2017 2018 ميلنر اصبح اكثر لاعب يصنع اهداف في موسم واحد في دوري الابطال ب9 اسيست، متساويا مع لويس فيجو في 99 2000 ومتخطيا كل من نيمار وروني وبيكهام ب8 اسيست، غير انه دخل نادي 600 لقاء في الدوري الانجليزي، وفي لحظة تسجيل الفيديو كان وصل ل 634 لقاء قابلين للزيادة متخطيا لامبرد وجيجز، ويفصلوا اقل من 10 لقاءات عن كسر الرقم القياسي المسجل باسم جاريث باري 652 لقاء. وبما ان لسه الموسم طويل وممكن صاحب ال 37 عام يلعب موسم كمان الله اعلم، فبشكل اكيد لو كمل لعب هيصبح اكثر لاعب لعبا لمباريات في الدوري الانجليزي، وكمان هو في المركز التاسع كاكثر صانع اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي ب 89 صناعة، مركز قابل جدا للتحسن في حالة صناعته لاهداف اخرى قبل الاعتزال. الامر الغريب ان جماهير كرة القدم مش بتفتكر من فترته في السيتي غير الكوبري اللي خده من ميسي في دوري الابطال، وبينسوا انه كان واحد من اعضاء الفريق اللي فاز باول بطولتين دوري للسيتي بعد غياب طويل جدا، وفي فترته مع ليفربول دايما ما كانش بيعتبر من الابطال الاساسيين مع انه كان حرفيا حلال المشاكل. يمكن جزء من اسطورية ميلنر انه لا يتم اعتباره اسطورة رغم كل اللي حققه مع الفرق اللي لعب ليها، ولكنه ابدا ما خدش القدر الكافي من الثناء. بالطبع مؤخرا بدأت تعود فكرة اللامركزية والفوضى والعشوائية في كرة القدم، بمعنى اوضح الابتعاد عن المراكز المحددة لحركة اللاعبين والمساحات اللي بيغطوها،
في اللعب التموضعي واللي كان الموضة في كرة القدم في الفترة السابقة، ويبدو ان كرة القدم متجهة لشكل اقرب لطريقة لعب البرازيليين قديما في حاجة سميت اللعب الارتباطي. المعلق البرازيلي جابرييل دوزياك بيقول ارثنا لا يتعلق بالمساحة بل باللاعبين. وشفنا فرناندو دينيز مدرب فلومينينزي البرازيلي وطريقة لعبهم اللي تعتبر متطرفة الى حد ما. بمعنى تاني واضح ان الترند الجديد في كرة القدم هيكون ان كل اللاعبين هيصبحوا لاعبين جوكر وممكن يلعبوا وهيلعبوا في كل المراكز. هنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجاية في كرة القدم. حاولنا النهاردة ندي شوية انصاف للناس اللي بتعمل ادوار اكتر من العادي وبتغطي مراكز غير مراكزها، وغالبا مش دايما ولكن غالبا بيتم نسيانهم او نسيان حجم الفرق اللي بيعملوه في الملعب. واكيد كان في لاعبين كتير كانوا جوكر في فرقتهم واحنا ما اتكلمناش عنهم النهارده، وده دورك تفكرنا بيهم في الكومنتات. بمعنى تاني مين اللاعب اللي شايفه افضل جوكر سواء في فرقتك او في كرة القدم بشكل عام، سواء قلنا النهارده او لا. وشكرا ليك صديقي الرائع لو كملت الفيديو لحد هنا. كان معكم الرائع دائما احمد الجعفري. سلام.